darkest hags from the underworld. Now you die! اهلا بيكم في فيديو جديد، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب. عايزين نوصل ل1000 اخ واخت مشتركين على اخر الشهر. ولو ما اتفرجتوش على الفيديو اللي فات هتلاقوه في الديسكريبشن تحت، اتفرجوا عليه الاول وتعالوا ويلا بينا نبدا. وبتبدا الحلقه الرابعه وسيكا بيسلم على ايميو بس هي بتنفض له وتمشي، وسيكا بيكون واقف في نص هدومه. وبعد كده بنشوف سيكا وايفا هما ماشيين، وبيلاحظ سيكا ان في حاجه هتقع عليهم، فبيستخدم الشيجاما وبيتحرك بسرعه هو وايفا. وبيشوف المعلم واقف في الشباك وبيساله لو كان في حد حصل له حاجه، وبينزل يعتذر له وبيقول له ان ده دم الشيطان كان بيعمل عليه تجربه. وبنشوفهم وهم في القاعه والمعلمه بتقول لهم من بكره الاكاديميه هتكون مقفوله الاسبوع عشان الذكرى السنويه للتاسيس. وبتطلب المعلمه من ايمو وايفا ان هم يروحوا غابه ليديانا عشان يقدموا قائمه الطلبه الجداد، عشان هم صحاب المركز الاول والتاني. سيكا بيعرف ان دي الغابه اللي قابل فيها شيطان المعدن، فبيرفع ايده وبيسأل المعلمة هيحصل ايه لو ايفا رفضت. قالت له المعلمة ان هي هتطلب المساعدة من المركز التالت، فسيكا بيقول لايفا ان هي ترفض. فبتتضايق المعلمة من سيكا وبتقول له ان طريقته مرفوضة في الفصل بتاعها، فبيرد عليها سيكا وبيقول لها تقليد مهم ما ينفعش تطلبي من العبدة بتاعتي، وان هو هيعمل ده بدلها. بعد اليوم الدراسي ما خلص سيكا بيعتذر لايفا عن طريقته، فبتقول له ايفا انت اكيد ليك اسبابك عشان تعمل كده. تاني يوم سيكا وايمو بياخدوا القايمة من المعلمة وبيبدأوا يتحركوا، وهم ماشيين ايمو بتسأله ايه الهدف اللي خلاك تيجي، وبتكمل كلامها معاه وبتقول له هي ايفا مش مكفياك فجاي تتسلى مع زمايلك في الفصل. فسيكا بيرد عليها ويقول لها ان مفيش حاجه ما بينه وما بين ايفا من النوع ده، وبيكمل كلامه وبيقول لها هو انت ما عندكيش مانع نتكلم في الحاجات دي. ايمو وشها بيحمر وبتتعصب عليه ودماغها بتوجعها مره واحده. وسيكا بيلاحظ جذع شجره مرسوم عليه دايره سحريه، ولما بيقربوا منها بتنور وبينزلوا تحت الارض، وبيتلاقى قدامه 3 وحوش على شكل سحالي. بس ايمو بتهجم عليهم وتموتهم، وبيظهر وحش مره واحده ورا ايميو بس سيكا بيقتله. وبتستغرب ايميو من التعويذه اللي استخدمها سيكا، بتقول له ان هم في مغاره وبيفضلوا ماشيين، وبتقول له احنا لازم نلاقي المخرج. سيكا بيستخدم الشيجاما عشان ينور المكان، وبنشوف سيكا بيلزق شيجاما على السقف عشان يقدر يحدد مكانه مع الشيجاما اللي بره عشان يعرف مكان المخرج. وهم ماشيين بيطلع عليهم مجموعه من الوحوش وبتهجم عليهم ايمو، ولكن وحش بيضربها وبتقع على الارض، وبيجي سيكا ويموت كل الوحوش بتعويذه الخشب، وايمو بيغمى عليها. ساعتها سيكا بيستدعى وحش بيقضي بيه على كل الوحوش اللي موجوده. بتصحى ايمو وتلاقي سيكا قاعد جنبها وبيقول لها ان هو قتل كل الوحوش، وايمو دماغها بتوجعها تاني. بيعرف سيكا ان هي محطوط عليها لعنه، فبيعمل حاجز سحر عشان يلغي تاثيرها. وقالت له ان الاعراض دي بدات من ساعه ما جت الاكاديميه، وبتقول له ان هي ما لاحظتش اي لعنه موجوده عليها. وسيكا بيقول لها ان في اماكن مش بتقدري تشوفيها لوحدك، فبتخلع هدومها عشان يشوفوا لو في على ظهرها لعنه. ولما بيبص سيكا ما بيلاقيش اي حاجه، فبيقول لها ممكن تكون صغيره او قريبه للون البشره، وبياخد منها خصلة شعر وبيربطها على الشيجاما عشان يمنع اللعنه عنها. بعد كده ايمو بتساله ايه اللي بينك وبين ايفا، وبتقول له انتوا ما عملتوش حاجه مع بعض. فسيكا بيقول لها لا، وبتقول له ان ايفا بتحبه. فبيبدا سيكا يتوه، وبنعرف ان هو مش عايز يرتبط بايفا عاطفيا لانه ما بيثقش في اي حد في الحياه. سيكا بيسال ايمو عن عيلتها، فبتقول له ان امها زعيمه نقابه المغامرين وان ابوها مغامر، وبتقول له ان هي بتحب القتال جدا وبتفتكر ذكرياتها مع اهلها. وبتقول له ان هي كانت في مره في رحله استكشاف مع مجموعه كبيره ومات نصهم، بس هي كانت بتقول لهم ان هي عايزه تبدا مغامره جديده، بس المغامرين بيقولوا ان هي بقت مدمنه قتال. وبتقول له ان هي جت للاكاديميه عشان تكون اقوى. فسيكا بيرفع من معنوياتها وبيقول لها ان هو مش شايفها غريبه وان دي حاجه عاديه. قرروا ان هم يكملوا المغامره وبيبداوا يقتلوا الوحوش لحد ما بيوصلوا الباب اللي بيوصل لملك المغاره، وبيكون على شكل تعبان وماسك سيفين، وبيهجم عليه سيكا وايمو. وبيقدر سيكا ان هو يثبت دماغه على الارض بوتد حديد، وبتيجي ايمو تولع في دماغه وتقتله بالسيف، وبتكون مبسوطة جدا لانها هزمت ملك المغارة وبتحضن سيكا. بعد كده بيظهر لهم سيف سحري، وبيطلب سيكا من ايمو ان هي تستخدمه لان هي شاطرة في استخدام السيوف، وبيتلاقى خاتم وبياخده. وايمو بتقوله ان هي مبسوطة عشان استكشفت المكان معاه، وبيقول لها سيكا ايه رأيك نبقى نكررها تاني. فبتوافق ايمو، وبيقدر سيكا يلاقي المخرج. وبيروحوا للمعلمين وبيقولوا لهم على اللي حصل. وبعد كده بيروح للمعلم كاروديل وبيقول له ان هو عارف ان هو اللي حاطط اللعنة على ايمو، وبيكمل كلامه وبيقول له ان هو اللي ساعد شيطان المعدن في دخول الاكاديمية، وان هو كمان اللي عمل المغارة، وبيقول له اكشف عن وشك.
لكن كاروديل بيقوله للأسف أنا بشري وإن هو عميل للشياطين زي ما في شياطين عملاء للبشر، وبيقوله إن هو حط لعنة على إيما عشان هي البطلة وإن هي هتموت وهيبان إن هو مرض. وسيكا بيقوله إن هو نقل اللعنة من عليها وحطها على الشيجامة، وبيفتح بوابة بيطلع منها الشيطان اللي كان حاجزه قبل كده وبيغرق نفسه بالدم بتاعه، وبيبدأ سيكا يقول تعويذة عشان ينقل اللعنة لنفسه. كاروديل بيقوله إن هو مش هيقدر يستحمل اللعنة وهيموت على طول، لكن سيكا بيبدأ يقول التعويذة وبتظهر على شخصيته القديمة وبينقل التعويذة على كاروديل اللي بيبدأ يجيب دم من كل حتة في جسمه، وبعد كده بيتأكد ان هو مات وبيسيبه ويمشي. وبعد كده بيروح يدي الخاتم اللي تلاقاه في المغارة لإيفا وبتكون مبسوطة بيه جدا، وبتقوله ان الأرواح بدأت تتجمع حواليها أكتر بسبب الخاتم. وبعد كده إيمو بتيجي وتقعد معاهم. Phase of sun. وبتبدأ الحلقة الخامسة وبيكون عدى سنة، وبنشوفهم في حفلة استقبال الطلبة الجداد، وبنشوف إيفا وإيميو بيقولوا إن هما معرفوش ياكلوا في الحفلة بتاعت السنة اللي فاتت بسبب هجوم الشياطين. سيكا بيكون مستغرب لأنه بيكون محصلش هجوم للشياطين من وقتها، وبنشوف إن هو حاطط الشيجامة بتاعته في كل مكان. وبيجي نائب المدير بيقول لسيكا إن المدير عايزاه هو وإيفا بكرة عندها في المكتب، وبنشوف بنت واقفة بعيد وبتراقب سيكا. تاني يوم بنشوف إيفا وسيكا وهم رايحين للمديرة. أول ما بيدخلوا المديرة بتقوله أنا كنت مفكرة إن أنا هشوف طفل متفاخر بنفسه، لكن أنا شايفة عكس كده. وسيكا بيقول لها أنا كمان مندهش لأن ما كنتش متخيل إن المديرة نصف بشرية. فبتقوله أنت لو كنت وصفتني بالشياطين كان هيبقى أحسن من اللي أنت قلته ده. فبيعتذر لها سيكا على اللي قاله. بترد عليه المديرة وبتقوله إن أنت بتفكرني بعمك، وبيتفاجئ سيكا إن هو عنده عم. وبتقوله المديرة إن في بطولة للفنون القتالية في العاصمة وسمحت للسحرة إن هم يشتركوا فيها، وإحنا عايزينك تمثل الأكاديمية هنا. وبتدخل البنت اللي كانت بتراقب سيكا وبنعرف إن اسمها مابل، وبتقوله مديرة الأكاديمية إنها هتشارك بطالبين واللي هيكون منهم مابل ويا إما أنت أو إيفا. إيمو بتكون متعصبة جدا عشان ما جاتلهاش دعوة للمسابقة دي، وبتسأل سيكا لو كان هيروح المسابقة، فبيقول لها سيكا إن هو هيروح. بتسأله إيميو إشمعنى اختاروك أنت، فبترد عليها إيفا وبتقول لها لأن هو قوي، وكمان المديرة عرفت إن هو حازم كبير النيوت قبل ما يجي الأكاديمية. وبتتعصب إيميو أكتر. بعد كده بنشوفهم وهم ماشيين في الحديقة وهي بتسأله هي مين الطالبة اللي رايحة معاه، وبتقوله إن هي رايحة بسبب نفوذها من غير أي تعب، بس بتتفاجئ إن هي واقفة وراها وبتقول لها أنت اللي ما شفتيش أي مشقة في حياتك. إيميو بتبص لها وبتقول لها أنت بقى مابل. بترد عليها مابل وبتقول لها أنت رغاية كتير وإنك ضعيفة. فبتقرر إيميو إن هي تتحداها وبتجيب سفين للتدريب، وبيكون سيكا هو الحكم. بتبدأ المباراة وبتهجم إيميو على مابل، لكن مابل بتصد ضربتها بكل سهولة، ومابل بتكسر لها السيف بتاعها بضربة واحدة. إيميو بتقول لها انت غشيتي واستخدمتي السحر. فبترد عليها مابل وبتقول لها ما افتكرش ان انت هتاخدي فرصة تانية. وبتقول لسيكا انت لازم تاخد البطولة بجدية لان محدش هيخرج منها سليم. بعد كده بنشوف سيكا في العربية وهم رايحين للعاصمة، وبيكون معاهم إيفا وإيميو، وبيتعرفوا على بعض وبيعرفوا ان كلهم في نفس العمر ما عدا إيفا اكبر منهم بسنة. وبيوصلوا العاصمة وبينزلوا من العربية، وسيكا بيكون تعبان جدا وبيسألهم على مابل. بتقوله إيميو ممكن تكون راحت على ساحة البطولة، وبيروح يشوف القائمة بتاعت المباريات، وسيكا بيعرف انه لو كسب هيقابل مابل في نص النهائي. بعد كده بيسيب إيميو وإيفا وبيقول لهم ان هو هيجهز شوية حاجات قبل المباراة، وبيكون عايز يعرف هو ليه تم اختياره بدل إيميو. بعد كده بنشوف بداية البطولة، والمقدمة بتاعت البطولة بتقول ان دي اول سنة يسمح باشتراك السحرة، وبتكون اول مباراة هتبدأ واللي بتكون ما بين سيكا وبيكون خصمه اسمه دانيس وبيكون من فرقة مرتزقة، وبيبدأ يستعرض قدام سيكا. فسيكا بيرد عليه وبيقوله ان هو مصدع. دانيس بيقوله ابتديناها حجج من اولها. فبيرد عليه سيكا وبيقوله لا انا بعرفك بس عشان هخلص المباراة بسرعة. دانيس اتعصب وبيهجم عليه وبيكون فاكر ان هو قتله، بس بيظهر وراه سيكا وبيرميه بره الحلبة بضربة واحدة، وبيكون الكل متفاجئ من قوة سيكا وهو اللي بيكسب في المباراة الاولى. وهو خارج بتظهر يوكي وبتقوله انت ناوي تكسب في كام مباراة. بيرد سيكا وبيقول لها والله انا مش عارف لسه. بعد كده بيروح يقعد مع إيفا وإيميو بيتفرجوا على المباراة التانية اللي بتكون ساحر
ساحر من أكاديمية تانية، وبيكون خصم واحد من رابطة اسمها رابطة التجار بيكون اسمه كايل. بتبدأ المباراة وكايل اللي بيستخدم السحر بيخلي الخصم بتاعه ثابت وما بيتحركش، وبيقرب منه بهدوء وبيقتله بالسيف بتاعه، وبيكون الكل متفاجئ من اللي حصل. وبيكون سيكا قاعد بيراقب وبيعرف ان هو بيستخدم عين الشر، وبتكون ايفا خايفة، وبتكون مابل هي كمان بتراقب المباراة من بعيد. I don't know. وبتبدأ الحلقة السادسة وبنشوف المباراة التانية لسيكا، وبيكون خصمه بيستخدم وحش مضاد للسحر، لكن سيكا بيستدعى واحد من الإيكاشي بيقدر يدمر الوحش وبيخلي المنافس يستسلم. وهو خارج بيقول ليوكي انه كويس محدش خد باله ان هو استدعى وحش، لان الاستدعاء ممنوع في البطولة، ولو كان حد خد باله كان هيطرد منها. بعد كده بيروح لإيفا وإيميو، وبتكون إيفا قلقانة عليه بعد ما شافت كايل بيقتل المنافس بتاعه. بعد كده بنشوف المباراة بتاعت مابل، وبيكون قدامها ساحر بيستخدم عنصر الأرض وبيفضل يهجم عليها لكنها بتصد هجماته بسهولة، فبيضطر ان هو يستخدم سحر من مستوى متقدم، لكن مابل بتحدف سكاكين عليه وبتكسر الحواجز اللي عملها. بيبدأ إيميو وسيكا يحللوا القدرات بتاعتها عشان يعرفوا قوة مابل اللي بتهجم على الساحر وبتكسر العصاية بتاعته وبتخليه يستسلم. بعد كده بنشوف واحد بيبعت رسالة مع حمامة، بس سيكا بيجيله وبيقوله انا كنت عارف ان انت عميل للشياطين، بس الشاب بيقوله انا مش عارف انت بتتكلم على ايه وبيسيبه ويمشي. بس بيطلع سكينة وبيحاول يقتل سيكا، لكن سيكا بيستخدم سحر النباتات ويقدر يكتفه. وبنعرف ان سيكا كان بيراقبه من بدري، وبيكون الشاب مش راضي يعترف، فبيستدعى سيكا وحش بيقدر يقرأ الأفكار، وبيكون الشاب خايف جدا، والوحش بيبدأ يقرأ أفكاره وسيكا بيسأله والوحش بيبدأ يجاوب بدل الشاب، وبيكون الشاب مرعوب جدا وبيقدر يعرف منه كل اللي هو عايزه. وبيكون بيراقب مابل وبينقل أخبارها للشياطين عشان يقتلوها لأنهم مفكرين إن هي البطلة، وفي الآخر بيخلي الوحش ياكله كمكافأة ليه. وبعد كده الوحش بيقرأ أفكار سيكا، بس سيكا بيقوله لو قريت أفكاري تاني هقتلك. الوحش بيخاف وبيرجع تاني مكانه، وسيكا بيعرف ان الأكاديمية بعتت مابل مكان إيمو عشان الشياطين يفتكروا ان هي البطلة ويقدروا يحموا إيميو. بعد كده بنشوف كايل وبيكون كسب المباراة التانية بتاعته. بعد كده بتيجي المباراة التالتة لسيكا، وبيكون قدامه مستحضر أرواح، لكن سيكا بيقدر يتغلب عليه بسهولة. ومابل بتكسب المباراة التالتة بتاعتها برضه، وبتقابل سيكا بعد المباراة وبتقوله ان هو ينسحب احسن، وبتكمل كلامها وبتقوله البطولة دي مش زي ما انت فاكر، وان انت شخص قوي، وان انا مش هقدر اتحكم في قوتي قصادك. لكن سيكا بيرفض وبيقول لها هواجهك في نص النهائي، وكمل وقال لو كنت فاكرة نفسك هتكسبي يبقى وريني في المباراة. بعد كده بنشوف فارس السحر ريناس وهو بيواجه كايل، واول ما بتبدأ المباراة بيفعل تعويذة عشان تحميه من عين الشر، وبيبدأ يهجم على كايل، لكن كايل ما بيتأثرش وبيبدأ يتقدم ناحيته ببطء. ريناس بتستدعى وحش عشان تهجم عليه، لكن كايل بيدمرها بكل سهولة باستخدام سحر الظلام. وقبل ما ريناس يهجم عليه بالسيف بتاعه بيقدر ان هو يثبته في مكانه، والحكام بيوقفوا المباراة قبل ما كايل يقتله وبيعلنوا فوز كايل. بعد كده بنشوف سيكا وهو نايم بالليل وبيتفاجئ ان يوكي رجعت لشكلها البشري ونايمة في حضنه، وهم قاعدين بيتكلموا بيعرف عن طريق الشيجاما ان مابل فوق الأوضة بتاعته، فبيمسك يوكي وبيبعدها بسرعة وهي بتكسر السيف عليه، وبتجري مابل وبتاخد سيكا وتقع من الشباك، وبيبدأ سيكا يهجم عليها بس مش عايز يأذيها. بعد كده بيخرج واحد عشان الصوت، ومابل بتستغل ان سيكا مش واخد باله وبتهرب. وبتبدأ الحلقة السابعة وبنشوف مابل واقفة لوحدها عند النافورة، وبيجي سيكا وراها وبتكون مفكرة ان هو جاي يقتلها، وبيقولها ان هي مش ماهرة في استخدام الخناجر وان هي متعودة على الأسلحة التقيلة. وبتكون مابل مستغربة وبتسأله انت عرفت منين؟ مابل بتسأله انت موجود هنا ليه لما انت مش عايز تقتلني؟ بيقولها ان هو جاي عشان يتكلم معاها، فبتقوله مابل ان هي ما كانتش عايزة تقتله وان هي كانت عايزة تصيبه عشان يخسر في القتال بكرة، وبتعرفه ان هي مش هتخسر قدامه بكرة لانها عندها سبب يمنعها من الخسارة. فبيقولها سيكا ان هو عارف ان هي موجودة هنا بديلة لإيمو، فبتتفاجئ مابل ان هو عارف، وبيكمل كلامه وبيقولها ان انت هنا عشان تظهري كبطلة مزيفة عشان تجذبي انتباه الشياطين، بس في سبب تاني مهم بالنسبة لك يخليكي موجودة هنا.
فبتقول له ان انت غلطت في حاجة واحدة بس، وان انا هنا عشان اتقتل على ايد مبارز عين الشر عشان الشياطين يفتكروا ان البطلة ماتت. وبتبتدي تحكي له عن رابطة التجار وان هم بياخدوا العبيد ويحولوهم للمرتزقة، وهم مدخلين كايل البطولة عشان يختبروه. وبتقول له ان الرابطة دي بتفتح دماغ العبيد وبيحطوا جواها سحر عشان ما يحسش بأي شعور عشان يكونوا قتلة محترفين. وبتقول له ان رابطة التجار بتحط الاطفال في مجموعات بيتدربوا في معسكرات المرتزقة، وان واحد بس من المجموعة دي هو اللي هيعمل العملية عشان يكون قاتل محترف، وبيكون الاختبار ان هو يقتل اصدقائه اللي معاه في المجموعة. وبتقول له ان هي كانت المفروض تتقتل بس هم سابوها عشان تدخل البطولة. وبتقول له ان هي كانت المفروض تتقتل بس هم سابوها عشان تدخل البطولة، وان هي اخر واحدة المفروض كايل يقتلها. فبيقول لها سيكا عشان كده انت عايزة تكسبي. فبتقول له ان هي مش هاممها اي حاجة وان هي عايزة تقتل كايل في النهائيات. وبتقول له ان كايل قتل اخوها عشان كده هي عايزة تنتقم. سيكا بيقول لها انت كدابة وان كايل يبقى اخوكي وانت صابغة شعرك. مابل مستغربة ان هو عارف وبيقول لها ان انتوا ليكوا نفس لون العيون. وبتفتكر مابل ذكرياتها مع اخوها، وبتقول له ان هو اتغير من بعد العملية وان هو بقى يقتل الابرياء. وبتقول له ان هي لازم تقتله. فبيقول لها سيكا انا اسف بس انا اللي ههزم كايل في النهائيات، وان هو هيرجعها الاكاديمية ويحميها من رابطة التجار. فبترد عليه مابل وبتقول له انا برضك هستخدم كل قوتي عشان اهزمك بكره. تاني يوم بنشوفهم في الحلبة وبنشوف مابل جاية ومعاها فاس كبير، وبتقول له خلاص انا هبطل اتظاهر ان البطلة وهوريك قوتي الحقيقية. وبيبدأ سيكا يستفزها بالكلام وبيقول لها وريني انت قوية قد ايه. بيبدأ القتال وبتكون مابل سريعة جدا وبتظهر ورا سيكا وبتحاول تضربه لكنه بيتفاداها، وبيعرف انها بتستخدم سحر الجاذبية وبتحدف عليه خناجر لكنه بيصدها بدرع الضوء وبيكتف مابل بالنباتات لكنها بتقدر تفلت منها وبتهجم عليه. بس سيكا بيحط شيجام على السلاح بتاعها وبيخليه تقيل جدا، وبيستخدم نبات اقوى عشان يكتف مابل، وبيروح يخلي السلاح بتاعها خفيف ويمسكه عشان يكسب. والمقدمة بتاعت البطولة بتقول ان الفايز هو سيكا وهو خارج بيقول لمابل سيبي موضوع كايل ليا. وبتبدأ المباراة النهائية ما بين سيكا وكايل. سيكا بيقول له معلش بقى مابل مش هي اللي هتواجهك. فبيقول له فعلا دي مشكلة بس بعد ما اكسب هروح اقتلها. بتبدأ المباراة وسيكا بينشر ضباب احمر حوالين الحلبة عشان محدش يشوف اللي هيحصل، وبيهجم على كايل بالنار الزرقاء لكنها ما بتأثرش فيه، وبيحاول يكتفه بنباتات الزئبق بس برضه بيفلت منها. وكايل بيحاول يهجم على سيكا لكن سيكا بيصد الضربة وبيستدعى وحش وبيكون قوي جدا. بيحاول كايل يهجم عليه لكن ضربته ما بتأثرش. الوحش بيضربه وبيرميه على الأرض، وسيكا بيسأل الوحش لو كان ضربه بالراحة فبيقول له أيوة. وفجأة بتظهر تعويذة على كايل وبيكون هيموت بسببها، لكن سيكا بيعمل حاجز عشان يمنع اللعنة لكن بتكون من غير فايدة. وكايل بيمسك ايده وبيقول له اعتذر لاختي بالنيابة عني. فبيتعصب سيكا وبيعمل تعويذة عشان يرجع كايل من الموت، لكن يوكي بتمنعه وبتقول له ان هو كده هيظهر قوته للناس وان كايل مش شخص مقرب منه عشان يضحي عشانه. فبيفتكر سيكا اللي حصل له قبل كده وبيوقف التعويذة على طول، وبيخفي الجثة وبيقول للدكاترة ان جثته اختفت لانه استخدم نار قوية جدا عليه. بعد كده بياخد مابل وبيوديها القبر بتاع كايل، وبيقول لها ان هو اعتذر لها قبل ما يموت، وبيقول لها انا اسف على دبوس الشعر اللي كسرتهولي. وبتفضل مابل بتعيط. بعد كده بياخدها ويرجعوا لايفا وايميو بتتحداها في قتال تاني، والمرة دي بتستخدم السحر وبتتغلب على مابل وبتضحك وبتقول لها انا اللي كسبت، وبعد كده بيكونوا اصحاب. بعد كده سيكا بيروح للمديرة وبيقول لها انا انقذت حياة بطلتك المزيفة، مبسوطة دلوقتي؟ فبتكون مستغربة ان هو فاهم الموضوع للدرجة دي، وبيحكي لها على كل اللي حصل من رابطة التجار، وبيتفق معاها ان مابل هتبقى في الاكاديمية وتحت حمايته. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة. وما تنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك، ولو انت جديد تشترك في القناة عشان عاوزين نوصل ل1000 اخ واخت مشترك قبل اخر الشهر، وتفعل الجرس عشان يوصلك الاشعارات بالفيديوهات الجديدة. وسلام.